السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في البارت الاولى من قصه ولد الكريان. الا عجبتك القصه ما تنساش دير لايك، اشتراك، فعل الجرس باش يطلعوك الاجزاء الاخرين. مشينا. ملي كنكونوا صغار كتكون الدنيا في عينينا زوينه، حيت كلشي كيكون كيضحك معانا، كلشي كتكون عزيز عليه، والاهم من هذا الشيء كامل هو الحنان ديال الام. ولكن انا كنت مختلف تماما، حتى حاجه من هذا الشيء ما كانت عندي، لا حنان الام، لا اللي بغيني، لا اللي يضحك معايا، حتى حاجه. كنت كنعيش انا والوالد فواحد الكريان مور السوق واللي بعيد على المدينه بشي 4 ولا 5 كيلومتر، من بين البراكات كاملين اللي كاينين هنا البراكه الوحيده اللي مخيم عليها الحزن والكآبه هي البراكه ديالنا. كنت كنشوف داري اخرين في نفس السن ديالي فرحانين كيلعبوا وعندهم مواتهم، واخا كيعيشوا نفس الحاله ديالي ولكن عندهم واحد الدفء عائلي. اما انا كنت عايش الجحيم مع الوالد اللي فوق ما سكر كيشبع فيا عصا ومعيور. تفو بحالك بحال امك. منين بديت كنعقل وانا كنسول على امي، والجواب كان قاسي بزاف من عند الوالد: امك ماتت. منين بديت كنفهم وكنوعى بالمعنى ديال هذا المصطلح زادت حالتي تدهورات، حيت كنت كنقول دابا حتى انا تولي عندي ماما. دازت سنين وتأقلمت مع الوضع، حتى من المدرسة ما دخلت لها حتى كان في عمري 8 سنين. غير واحد الجمعية ديال الهضر المدرسي اللي جات للكاريان ديالنا وقنعت الوالد باش يدخلني نقرا. اما هو ما كانش ناوي يدخلني للمدرسة، كان ناوي يخليني كنخدم عليه، كان بيع ميكا في السوق وداكشي اللي كان صور كيديه ليا باش يسكر بيه. ايام طويلة بقيت بالجوع والضرب والمعيور من الفوق. بديت القرايه، كنت كنجي من المدرسة مع 12، كنمشي للسوق نبدا نبيع في ميكا، وكنت كناكل شي حاجه من الحانوت عاد نرجع للدار باش حتى الا دالي فلوسي ما نبقاش بالجوع. داز الوقت بحال هكا، نفس الحاله، نفس التصرف، نفس المعامله ونفس الروتين. كنت متفوق في المدرسه وكنت كنجي انا الاول في القسم، واخا الظروف ما كانتش كتساعدني. دازت 6 سنين ودابا انا في عمري 14 عام كنقرا في القسم السادس. نجحت هاد العام وديت السادس ب9. الشي اللي صدم كلشي فيا ولاو الامهات والاباء ديال الكريان كيضربوا بيا المثل، ولكن كلشي غيتغير في الصيف ديال ديك العام. الحاجه اللي كنت خايف منها هي اللي وقعت. المدرسه الاعداديه بعيده علينا ب5 كيلومتر، كاينه في المدينه. وصل الدخول المدرسي والناس بداو كيتسجلوا، لكن الوالد ما بقاش يخليني نمشي نتسجل. الناس بداو يقراو، انا صافي فقدت الامل. واحد النهار جيت من السوق عيان ومحطم، لقيت عندنا واحد الراجل في الدار جالس، كان كيهضر مع الوالد، ما عرفتوش شكون. غير دخلت انا وهو يخرج، تلاقيت معاه في الباب، بقى كيشوف فيا ما ديتهاش فيه. قلت ليه كيصدمني الوالد وقال لي سير تسجل تقرا. ما فهمت حتى لعبه، ولكن كنت غنطير بالفرحه. مجرد ما سمعت داك الهضره مشيت تسجلت، واخا تعطلت والناس بداو الدروس. ملي رجعت للدار لقيت حوايج جداد وكتوبه محطوطين حدا الباب. فرحت بزاف وتحبت لي الوالد اللي جابهم، قلت واخيرا الوالد تبدل. ولكن منين جا حتى هو سولني منين جاوك، عرضت له البلان، ما كذبتش عليه، ما قال لي والو. حسيت بيه بحال الا مخبى عليا شي حاجه. مهم بديت القرايه، كنت كنفيق مع 5، كنوجد الفطور وكنخرج من الدار مع 6. 2.5 ساعة ديال الطريق، ولكن الحمد لله كنت كنوصل في الوقت. فاش كنا كنخرجوا مع 12 ما كنتش كنرجع للدار حيت ما كيكفينيش الوقت وانا قاري مع الجوج. اما فاش كنخرج مع 6 فما كنت كنوصل للثلاجه. الظروف ما كانتش كتساعد نهائيا على القرايه،
حيت كنوصل مع 9 عيان ومازال خصني نراجع ندير التمارين، ما كنعس حتى 12 ولا الوحدة ونعاود نفيق مع الخمسة. هادشي كان كيعصب الوالد بزاف وكيقول لي ما كتخلينيش ننعس، واخا هكاك كنت مكافح. هكا دوزت المرحلة الإعدادية وطلعت للليسي. هنا غيزيدو يبانو الفوارق الاجتماعية مع مرحلة المراهقة، ولاو بزاف د الأسئلة كيجيوني للراس. لاش هداك عندو سبرديلة علاقتو زوينة وانا كنت كنشري سبرديلة كبيرة عليا ونقشرها غير باش نبقى نلبس فيها عامين ولا 3 سنين. وعلاش لاخور عندو كيتما اخر ما كاين في السوق، عندي كيتما مقطع على الركبة وبين الرجلين. واخا هاد الأسئلة كاملة ما كنتش كنديها في هاد الفوارق بزاف، كنت مركز على حاجة وحدة واللي هي الباك. كان كيسحب لي لديت الباك صافي غنخدم وغتحسن الحالة ديالي. افكار ديال الصغار. اليوم بعد ما دازت 12 عام على اول مرة دخلت فيها المدرسة، واقف قدام السبورة وانا على امل نشوف سميتي في لا ليست ديال الناجحين. كان زحام بزاف وكنت كنتقاتل ونشق طريقي ما بين الدراري الاخرين باش نوصل لقدام ونشوف. ومع غنحط عيني على السبورة كنلقى الاسم ديالي هو اول اسم، كانت مكتوبة سميتي وحدها ناجح والنقطة 18.90. كنت انا اول واحد في المؤسسة ديالنا. خبر اللي دار بوم في المدرسة داك النهار وكلشي تصدم. من بعد 3 ايام ومن نزلوا النتائج في المغرب كامل كنت انا هو اول واحد على الصعيد الوطني. جا عندي المدير داك النهار هو والحارس العام، قالوا لي غنديروا لك تكريم. لبست حوايج اللي جابوا ليا ومشيت معاهم وفعلا داروا لي تكريم. ودابا عادي ولاو كيفتخروا بيا. ياما هاد المدير وهاد الحارس العام نعتوني بالموسخ والخنز وضحكوا عليا الدراري، لكن هانية عطاوني الكلمة وعاودت قصتي قدام الحاضرين. كلشي كان كيصور وكلشي بكى داك النهار، وداك المقطع ضرب على الصعيد الوطني. كلشي تعاطف معايا، قدموا لي شي جوائز، لكن الأهم من شديت الشهادة ديال الباك شعبة العلوم الفيزيائية ومن تحتها 18.90. عطاوني واحد الشهادة كتدل باللي الدولة هي اللي غتكلف بالتدريس ديالي كما كدير كل عام مع الأوائل. خيروني بين الشعبة اللي بغيت نخليها. اختاريت الطب. من قالوا لي غنمشي نقرا في ألمانيا تصدمت كما تصدموا الناس ديال الكاريان كاملين. قالوا لي بلي غنمشي في شهر 8 والدولة هي اللي غتكلف بالوراق كاملين. طبيعة الحال كتسألوا على الوالد واش خلاني نمشي. اكيد كون كان معايا انا متأكد ما غيخلينيش، لكن هو راه في الحبس دابا. بدات القصة مني كنت كنقرا في السانكيام. ذاك النهار دخل فرحان سولتو مالك، قال لي اخيرا لقيت خدمة. انا فرحت وقلت عاوتاني داك الجملة الشهيرة اخيرا الوالد غيتبدل. منين سولتو شنو هي قال لي غنخدم مع أسامة ولد المؤمني واخيرا قبلوني نخدم معاهم. قلت له واش من نيتك؟ واش غتخدم مع داك الشمكار؟ شنو غتخدم معاه؟ قال لي غنبيع معاهم الحشيش. انا تصدمت وما بقيت فاهم والو، ولكن ما زدتش مع الهضره لا يمشي يسلخني في هذا الليل. مشيت لبلاصتي نعس. سيمانه مور داك الشيء كيقرقبوا علينا البوليس. وتصادف داك النهار باللي الوالد يلاه كان جايب السلعه وكانت كتيره. فرقعوا الباب وجدوه متلبس، هزوه هو والسلعه ديالو. منين تحكم عليه كانت الصدمه كبيره. 10 سنين، 10 سنين ديال الحبس. ما فهمت الثعلبة، ولكن كان باينة باللي شي حد اللي بيع بيه. ما بكيتش، بالعكس حمدت الله وشكرتو. داك الساعات زدت ركزت على قرايتي. صونوا عليا داك النهار وقالوا لي باللي الوراق راهم كيتصايبوا وغتمشيو في شهر 9. طبيعة الحال الدولة كاملة هي اللي تكلفات بكل شيء.
بالجامعة اللي غنقراو تما، بالسكن، بالمنحة، تكلفو بالوراق هنايا وباسبور والفيزا وكلشي. قالولنا غتمشيو في شهر 9، يعني باقي شهرين. بديت كنتعلم اللغة الألمانية، شريت كتوبة ودخلت بروغرامات في التليفون، بديت كنبحث على المجال اللي غنقرا فيه وكي داير السيستيم باش ما ندخلش السطو. داز الشهر الاول بديت كنتعلم شويه الاساسيات ديال اللغه، ما وصل الشهر الثاني حتى وليت نقدر نسبيكي بها، ماشي بزاف ولكن المهم نقدر نزت راسي. بقات نهار على الصفر، جمعت حوايجي وجمعت الدار وصيت الجيران على البرا كامل بعد ما سديت الباب وخرجت. الفول كان عندي مع 6 د العشيه، تحركت للمطار مع 12 ووصلت مع ديك 4 بقيت كنتسنى. اخيرا جات الوقيته اللي غنطلعوا للطياره، كان فيا شويه د الخوف وكلشي كضرني. في الطريق للطياره وقفاتني واحد البنت تكون عندها داك 17 18 عام، قلت لي واش ممكن تصور معاك. عرفتي في ديك اللقطه جدتني الضحكه، ما فهمت حتى حاجه، واش خلطت لها مع شي حد ولا شنو. بقيت مستغرب، منين كتعرفني هادي واش وليت مشهور حتى لهاد الدرجه. جاوبتني وبحال الا كانت كتقرا لي الافكار ديالي، قلت لي بلا ما تستغرب، هذاك المقطع ديالك انتشر وتفاعلوا مع الناس بزاف. المهم ما ديتهاش في هذا البلان، طلعت للطياره جلست في الكرسي وبقيت كنطلب نسترجم شويه وهو يجلس حدايا شي واحد. درت نشوف شكون اللي غيرافقني في الرحله وانا نلقاها نفس البنت بحينات. قلت لي بطبيعه الحال كتسائل شكون انا سيدي هي الثانيه على صعيد المغرب، وجبت 18.88. انا اختاريت نفس الشعبة ديالك وفي ألمانيا وفي نفس الكلية ديالك. سولتها كيفاش عرفتي هاد الشي كامل، قالت لي واش ما كتدخلش الفيسبوك، راه كتبين تما كلشي. سهيت معاها في الهضره حتى لقيت الطياره في السما. دازت 4 السوايع نزلنا في مطار برلين. كان داك الساعه الليل، خرجت من المطار لقيت طاكسي، عطيتو الورقه اللي فيها العنوان بلا ما نهضر. وصلني لقيت واحد الموبل كبير، طلعت في الدروج حتى ليطاج 6 حيت ما كنعرفش نخدم السانسور. ما وصلت تغفر لي الله الذنوب. دخلت للغرفة رقم 710، شعلت الضو وسديت الباب، حطيت حوايجي وبديت كنكتشف الغرفة اللي غندوز فيها 7 سنين الجاية من حياتي. بعد الدخلة كنلقى صالون صغير والواجهة القدامية كلها زاج وفيها خامية. صالون كان فيه شي بلاكارات ورفوف الكتوبة وفيه كنابي وطبلة وتلفازة. مع دخلت كنلقى الحمام والطواليط على اليمين، مقابل الصالون على اليسار كاينه الكوزينه اللي ما كبيراش بزاف، كانت فيها ثلاجه وبزاف التوشيات ما عرفتهم ديالاش. اما البيت النعاس فكاين من الجهه الاخرى للصالون، فيه ناموسيه وبلاكارد الحوايج ومكتب. رتبت حوايجي وكتبي، دخلت دوشت عاد تلاهيت الناس. صباح الصباح جديد، فقت فطرت. اليوم غنمشي نكتشف الكليه اللي غنقرا فيها. بعد ما فطرت خرجت سديت الباب، درت باش نهبط مع الدروج، شفت السانسور محلول، قلت والله تنهبط ما حد جات الفرصة. دخلت ما شفت شكون تما، اللي عرفت هو انه كانت بنت. بقيت واقف حتى قالت لي داك البنت واش ما غتزيدش تخلينا نهبطوا. تصدمت انا منين سمعتها هضرات بالدارجة، درت وانا نلقاها نفس اختنا. لا ما يمكنش تكون هذه كاملة صدفة. بقيت كنشوف فيها وما بغيتش نتحرج حيت ما كنعرفش نخدم السانسور. شويه وهو يطلع واحد خونا نقد الموقف، داز هاد البلان على خير. نزلنا تمشينا غير على رجلينا حيت ما كانتش الجامعه بعيده.